مساء الخير عليكم. انا بكلمكم دلوقتي في تقريبا فاضل على التشغيل التجريبي للمنظومه يوم الخميس 31/8/2023 عشان نبدا بكره تشغيل فعلي ان شاء الله. ويوم 1/9 بعيد لكم تاني وبنأكد على بعض ان شاء الله الخطوات اللي احنا هنعملها عشان نبدا نشتغل بكره بسلاسه ويسر. اول حاجه هنعمل تسويه النقط الخاصه في شركه سمارت. هنطفي المكنه، هنفتح البطاريه، هنطلع كل الشرايح اللي موجوده في المكنه، هنحط الشريحه اللي افت سلمتها لك خلال التحميل في الفتره اللي فاتت. ولو الشريحه الشبكه بتاعتها مش متوافقه عندك، حضرتك هتحط شريحه الاتصال اللي كانت موجوده عندك في مكنه التموين اللي كنت بتصرف بيها في مكنه التموين في الفتره اللي فاتت، وهتحطها في مكان رقم واحد. ده بالنسبة للناس اللي عندها شريحة رقم واحد شغال. طب لو انت عندك المكان رقم واحد فيه مشكلة او فيه عطل، هتحطها في مكان شريحة رقم اتنين، وتقفل البطارية وتفتح المكنة وتسيب المكنة خالص، ما تجيش جنب اي زرار لحد ما المكنة تقول لك يجب تسجيل الدخول، وتدخل اسم، وبعد كده تدخل اسم المستخدم والرقم السري اللي قافت عطيتهولك، وتستنى لحد ما تعمل تسجيل دخول. ده بالنسبه للاجراء اللي احنا هناخده دلوقتي الساعه 7. في بعض الاسئله اللي احنا وصلتنا ورصدناها في المحافظات. اول سؤال بالنسبه لتسويه التموين. تسويه التموين تسويه اختياريه، يعني احنا بنعملها مجرد بس عشان نساعدك كاختار، ولا يعتمد بيها في النظام، لان احنا النظام بتاعنا نظام صرف مباشر، يعني بمجرد ما حضرتك قمت بعمليه البيع لا يستخرج الايصال من المكنه الا وقد تم تسجيلها على قواعد البيانات. ده بالنسبه لتسويه التموين، تتعمل في اي وقت في اي تاريخ، مش ملزم تماما ان انت تعملها في وقت محدد. بالنسبه لتسويه الاستبدال، تسويه الاستبدال زي ما هنعيد تاني على حضراتكم، هي بتتعمل اوتوماتيكيا من النظام، يعني انت حتى لو ما عملتهاش هي كده كده بتتسجل اوتوماتيك، بتتعمل اوتوماتيك. ممكن انت عايز تستعلم عن بقى حصيله المبيعات خلال اليوم الساعه 9 و5 بكره ان شاء الله، حضرتك هتدوس عمليه تسويه. حضرتك هتدوس على عملية تسوية. أول ما تدوس عملية تسوية هتظهر لك تاريخ اليوم وعملية قيمة المبيعات اللي احنا عملناها خلال اليوم ده. طب هنفترض مثلا ان احنا يوم 1 في الشهر عملنا ب100,000، هيبقى تاريخ يوم 1 كذا، يوم 1/9/2023 قيمة المبيعات ب100,000. طب هنيجي يوم 2 الساعة 9 و5 هنلاقي قيمة المبيعات يوم 1 الإيصال هيطلع قيمة المبيعات يوم 1/9/23 قيمة 100,000، يوم 2/9/23 ب100,000، وهكذا لحد نهاية الشهر، يعني بتزيد تدريجيا. طيب السؤال الثالث، بعض التجار بتسأل ازاي هي تقدر تقارن او تعرف حجم المبيعات بتاعها عشان ما تعديش الحد الائتماني او حد التأمين بتاعها. حضرتك احنا حاطين على صفحة الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب بتاعتنا اللينك بتاع تجار مصر اللي هتقدر فيها من خلال موبايلك تتابع كل العمليات اللي بتتم لحظيا فور حدوثها على المكنة. يعني حضرتك وانت فاتح الموبايل وبتبيع في نفس الوقت، العملية اللي بتضربها على المكنة بتسمى اوتوماتيك على البرنامج بتاع تجار مصر لحظيا، لان احنا زي ما احنا قلنا برنامج افيد او منظومة افيد منظومة صرف مباشر. برجع تاني اقول لكم ان احنا قدامنا ما يقرب من 10 دقايق، لازم كلنا نعمل الخطوات اللي احنا قلناها دي. هعيدها تاني. هنعمل تسويه النقط بتاعت الاستبدال، هنطفي المكنه، هنطلع الشرايح كلها، هنحط شريحه افت او شريحه مكنه التموين القديمه، وبعد كده هنطفي المكنه، هنقفل الباب البطاريه بتاع المكنه، ننور المكنه او نولعها ونسيبها، ما نجيش ندوس على اي زرار لحد ما تقول لي تسجيل الدخول، وبعد كده ابدا عمليه الدخول باسم المستخدم والرقم السري. جميع المحافظات اللي احنا بنطبق فيها النهارده اللي هي القاهره وكفر الشيخ والغربيه، فرق العمل الموجوده في المحافظات موجوده لحد وقت متاخر لدعم سيادتك. جميع المناديب موجوده في اماكنها لدعم سيادتك، في غرفه عمليات موجوده في الشركه لدعم سيادتك. اهم حاجه حضرتك تنفذ الخطوات اللي احنا قلناها، واحنا مع حضرتك. لو في اي مشكله قابلتك كلم المندوب بتاعك او كلم فريق العمل الموجود في المحافظه او تواصل معي انا شخصيا. يلا بالتوفيق ان شاء الله، واحنا في انتظار استفساراتكم.